اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد أجمعين. صباح الفل وصباح الهنا وصباح النشاط يا حلوين. تعالوا بقى نعمل كوباية قهوة كده علشان نفوق ونركز كده شوية. عايزة اقول لكم ان عملت كوباية القهوة دي من هنا وشربتها وضغطي وطي من هنا وتعبت جدا جدا جدا، لاني كنت شربها كده على الريق، ما كنتش فطرت يعني، فتعبت جدا بصراحة. فنصيحة مني ليكم، اوعوا تشربوا قهوة قبل ما تفطروا. تعالوا نعمل روتين كده خفيف ولطيف في قلب المطبخ، ونعمل حاجة حلوة نروق بيها على الولاد. بصولي بقى على قوام الوش بتاعي وعلى القهوة، بجد كانت خطيرة، بس للأسف كومتنا وجابتنا الأرض. تعالوا بقى نروق المطبخ ونعمل روتين صباحي بسيط كده وخفيف، وبعد كده نعمل حاجة حلوة للولاد علشان نرتب عليهم في الجو الحر اللي احنا فيه دوت. نضفنا الرخامة، شلت بواقي الأكل في كيس كده وخرجته بره، والدنيا كانت نظيفة وزي الفل، وأنا كنت لسه منضفة المطبخ معاكم تنظيفة عميقة. حبيت بس ان انا انضف كده من على الوش علشان تكون كل حاجة نظيفة. جبت ملمع الازاز ونضفت بيه الرخامة، او لمعت بيه الرخامة، وكمان لمعت بيه البوتاجاز. معانا دورة فشار، مش عارفة هنعملها ولا لا، كنا لسه جايبينها امبارح من السوق، وبصل وبطاطس حطيتهم مكانهم. وبعد كده برضو هلم باقي البواقي بتاعه الاكل وحطيتها في السله، وبعد كده برضو هنضف الرخامه وهحط كل حاجه مكانها علشان المطبخ ينور ويبقى زي الفل. ندخل بقى على الرخامه التانية دي، ننضف بقى الرخامة دي كمان، وبرضو نلم كل بواقي الأكل اللي احنا مش عايزينها، والحاجات اللي كنا مشترينها من السوق نفضيها من الأكياس ونحطها في اطباق وندخلها التلاجة. تعالوا بقى ننضف برضو الرخامة دي بنفس الطريقة. هحط كده شوية من ملمع الإزاز وهلمع الرخامة، لأن زي ما قلت لكم كانت الدنيا نظيفة وزي الفل الحمد لله، اللهم ديمها عليا نعمة واحفظها من الزوال. تعالوا بقى ندخل كده على الحوض بقلب جامد ونشرب القهوة بتاعتنا. وكان عندي بديفور في اليوم دوت، فاخدت كده قطعتين بس، زي ما قلت لكم تعبت جدا من القهوة علشان ما كنتش فطرت. آه تعالوا ندخل بقى على الحوض كده بقلب جامد ونصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحوض ده شيء أساسي عندنا في البيت كل يوم، يعني لازم كل يوم نغسل المواعين بتاعتنا وننظف الحوض بتاعنا. طيب لو انت دخلتي عليه كده وانت زعلانة ومتضايقة وقرفانة ومش حابة ان انت تغسلي المواعين، بالذات في الحر اللي احنا فيه دوت، هل يعني الحوض هيغسل نفسه بنفسه؟ استحالة. كده كده هتقفي تعمليهم، فتقفي كده وانتي بنفس راضية ومبسوطة، ولا تقفي وانتي متعكننة وزعلانة ومش طايقة نفسك؟ انا عن نفسي بحب اخد الحاجة اللي كده كده عليا او اساسيات عليا بنفس راضية، علشان ربنا يهونها عليا وتكون سهلة وبسيطة. انا من الناس على فكرة اللي بحب اغسل المواعين جدا جدا جدا، واطبق غسيل وانشر غسيل، يعني الحاجات اللي هي المملة بالنسبة لكم دي بالنسبة لي انا بحبها جدا. ما تنسوش بقى نصلي على النبي كتير جدا واحنا واقفين على الحوض، ندعي لربنا كتير جدا جدا جدا، ونشكيله ونحكيله ونطلب منه اللي احنا نفسنا فيه او اللي احنا عايزينه. انا هنا لما بقول نشكيله ونحكيله، انا مش بقول مقطع يعني اغنية يعني، لا بجد اشتكي لربنا، اشتكي له، احكي له اللي وجعك، احكي له اللي مزعلك، احكي له ان انت يعني مكسورة الخاطر، قولي له ان نفسك ربنا يكبر بخاطرك. ادعيه وتمني منه واطلبي ان ربنا يخلي لك ولادك ويبارك لك فيهم ويرزقهم ب الاصحاب الكويسين، ربنا يبعد عنهم اصحاب السوء، لان بجد حقيقي حقيقي اصعب حاجة في الدنيا هي اصحاب السوء. علموا ولادكم يا جماعة ان يختاروا صحابهم كويس جدا جدا، لان الصاحب ساحب، سواء بنت او ولد. كلهم يعني لو كون الصاحب سيء حقيقي حقيقي بيضر ولادنا في المذاكرة، في المعاملة، في الأسلوب، في قراراته اللي بياخدها. فأنا دايما دايما بحب أدعي لولادي وأقول ربنا يكفيهم شر أصحاب السوء، ويفرحني بيهم ويخليهم لي ويبارك لي فيهم، ويجعل دايما دايما تعبي على ولادي بفايدة. نفسك تشتري بيت ادعي لربنا، نفسك تشتري شقة ادعي برضو لربنا، اطلبي منه. المطبخ ده اكتر وقت احنا بنقف فيه في طول اليوم، بياخد مننا وقت كبير جدا، فاستفادي بقى بالوقت دوت ان انت تدعي وتطلبي وتحكي لربنا، تشتكي له همك. لان انت لو حكيتي لاي حد في الدنيا مش هيحللك مشكلتك. ما تتذلليش للعبد، تذللي لله عز وجل.
بس انا دي نصيحة دايما بقولها لكم، وبجد بجد حلوة جدا وسرها حلو جدا جدا جدا. ان انتي تصلي على النبي بنية الفرج، بنية صلاح الحال، بنية الرزق، بنية الذرية الصالحة، بنية ان انتي تتجوزي، ربنا يفرحك، ربنا ينجحك. فصلوا على النبي وحولقوا كتير جدا جدا جدا، وصدقوني ليها سحر خطير خطير خطير. نضفنا المطبخ بتاعنا وكنسنا الارض ومسحناه ولمعناه كده بملمع ارضيات علشان يكون ريحته حلوه. وخلصنا. هنا بقى انا كان عندي كيس في الفريزر من قرع العسل، وعليه جزرايه كده متقطعه مكعبات. لو انتوا عايزين الطريقه بتاعه التخزين بتاعته قولولي وانا هنزل لكم في الكومنتات الطريقه. حطيت عليها نص كيلو من السكر ورفعتها على النار، وهنا كان معايا كيلو من الحليب برضو حطيته في حله علشان اغليه واعمل احلى قرع عسل في الدنيا بالبشاميل. طعمه خطير، حلو جدا جدا جدا، مغذي جدا جدا، حقيقي حقيقي هتعشقيه وولادك هيدمنوه حرفيا. ينفع بقى معاكي في عزومات، ينفع معاكي في الصيف، ينفع معاكي في الشتاء، ينفع معاكي في رمضان. هو بصراحة ما بيقولكيش لا حرفيا. واليومين دولت الموسم بتاعه. جبت كده قرع العسل بعد ما استوى وسلقته وبالسكر بس، مش بحط عليه ميه، هو قرع عسل وجزر وسكر بس. بعد كده هضربه بالهاند بلندر كويس لحد ما اتاكد ان هو كله بقى كريمي وما بقاش فيه اي قطع. حوالي 5 دقايق كده او 4 دقايق اضربيه بالهاند بلندر. ما عندكيش هاند بلندر اضربيه في الكبه، اضربيه في الخلاط، هرسيه بالهراسه العاديه، كله شغال معاكي. بصوا بقى كده كان حلو جدا. كان فيه جزر متكتل او قطع زي ما هو، كنت بطلعه علشان اتاكد ان هو بقى كريمي وبقى مظبوط. هنا بقى تعالوا نعمل القشطه الكدابه. نحط كيلو لبن وعليه معلقه كبيره من اللبن البودر علشان يعزز كده طعم اللبن. وحقيقي اللبن ده حلو جدا ومش محتاج خالص 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 ان انت تعززيه. اللبن ده مضمون ومن حد انا واثقه فيه وضامناه جدا. هحط معلقه من اللبن البودر، هحط 3 معالق من النشا وهربهم كويس جدا جدا جدا. واوعي تنسي 3 معالق من السكر زي حالاتي انا، لو هنا نسيت انت اوعي تنسي. حطيت 3 معالق من السكر. بعد كده هنزل بطبقه من قرع العسل. حطي بقى في الطواجن اللي انت حباه، حابه تحطي في طواجن صغيره، في طواجن كبيره، زي ما انت ما عايزه حطي. انا هنا حطيت في طاجن كبير وطاجنين صغيرين، بس كالعاده بتاعتي او الطبيعي ان انا بحط في طواجن صغيره علشان كل فرد ياخد الطاجن بتاعه وما يفوتش منه حاجه. هحط كده طبقة من قرع العسل، وبعد كده لما يبرد واحس ان هو برد وكمان القشطة بتاعتي تكون اتظبطت وبقت زي الفل، جبت الطواجن بتاعتي الصغيرة دي واديتها مسحة كده بالمنديل، لاني بقالي فترة مش بستخدمها فخفت يكون فيها تراباية حاجة، فمسحتها كده مسحة كويسة. وهنا كنت خلصت كمية قرع العسل بتاعتي. هجيب بقى القشطة الكدابة وهبتدي ان انا اول ما بقلل كده والتكتك. انا هنا حطيت السكر اهو، ما نسيتش ولا حاجه. سامعاكي يا اللي بتقولي ان انا نسيت السكر، حطيت السكر وما نسيتش ولا حاجه اهوت. حط معلقه كده من السمنه البلدي علشان برضه اعزز الطعم. ممكن تستغني عن معلقه السمنه دي وتحطي بدلها معلقه قشطه او كوبايه قشطه. بصوا بقى القوام خطير، حلو جدا، ريحتها كانت حلوه جدا جدا جدا. احط بقى الطبقة اللي هي التانية بتاعت القشطة الكدابة كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 180. 5 دقايق بالظبط فرن، وبعد كده 5 دقايق شواية، بتدي لون حلو جدا جدا وطعم حلو جدا جدا جدا. قولولي بقى بتحبوا قرع العسل زي حالتنا ولا ما بتحبوش؟ احنا عندنا يعني فريق بيحبه وفريق ما بيحبوش، بس بصراحة هو حلو جدا مفيد جدا جدا جدا. هنا انا كنت بدخله الفرن زي ما قلت لكم، وتعالوا بقى نطلعه ونشوف لونه وحلاوته قد ايه كان حلو جدا، قد ايه طعمه كان خطير خطير خطير. ما بنستناش حتى لما بيبرد من جماله وحلاوته. اشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد ان شاء الله.